في وقت الليل، وبحسب كلام بعض الشهود قالوا ان كان في مشهد انفجار في استوديو الهرم، واللي هو كان السبب في حريق استوديو الهرم بالاكمل، وكمان معاه 6 عمارات اللي حوالين الاستوديو. والغريب اللي حصل ان في عمارات 8 و10 ادوار والنار واصله برضه لاخر دور، رغم ان استوديو الهرم كله ارضي. بس هي حكمه ربنا سبحان الله. غير ان في بعض الشهود قالوا ان فريق العمل وناس من جوه من الاستوديو طلعوا قبل الحريق ب10 دقائق. فهنا نقف عند نقطتين: اول نقطه، يا اما الحريق ده مدبر وليه غايه معينه، يا اما ده فعلا يكون خطا من فريق العمل نفسه. وازاي من الاساس يكون بيتم فيه انفجارات في منطقه سكنيه زي دي؟ استوديو الاهرام من بدايه الاستوديوهات اللي اتبنت زمان في مصر ولسه مكمله لحد النهارده. معنى ان النار تلتهم في كل الارضيه بتاعه الاستوديو وتمسك في الخرسانات بتاعه العمارات نفسها، فدي طبعا كانت حاجه صعبه جدا. غير ان في بيوت كتيره جدا اتشردوا وكانوا نايمين بره في الشارع. فهل فعلا الدوله هتاخد اجراء على القائمين في العمل ده؟ وهو المفروض ده اصلا اللي يحصل، لان اكتر من 60 شقه اهلهم مشردين دلوقتي. وفي بعض الشهود برضو قالوا ان في 4 اصابات حصلوا، منهم 2 مدنيين ومنهم 2 من رجال الاطفاء. وعلى موعد باذن الله لو في اي جديد تاني.